اغلى حاجه في الميك اب ده كله ب 200 جنيه بس. يعني لو انت عروسه وبتجهزي او بنوته عايزه تشتري شويه ميك اب، انت باقل من 1000 جنيه تقدري تشتري كل الحاجات اللي في البوكس ده. شبرقي على نفسك من براند اليست. اول حاجه هنجربها سوا هو الفاونديشن بتاعهم، وده احسن وقت اختبره فيه لان بشرتي الفتره دي مش احسن حاجه، التهابات واحمرار في الشتاء وفي اثار حبوب، فخلينا نشوف هيعمل ايه. ده كده شكل الباكجينج، وهو 35 جرام. عاده الفاونديشنز اغلبها 30، في كمان 28، فهو كميته كويسه. وده اغلى حاجه هوريها لكم في الفيديو لان ده اللي ب 200 جنيه. هو غامق سن عليا بس مش مشكله، نظبط ده بالكونسيلر. بس مبدئيا هو الفرد بتاعه سهل وناعم قوي على البشره. التغطية بتاعته فوق المتوسطة، تقدري تبنيها الفول كفرج، والدرجة دي تحفة، جاية على أصفر تمشي مع أغلب التونز بتاعت بشراتنا. عموما أنا الميك اب هقعد بيه اليوم كله، وهكتب لكم هنا رأيي إيه في كل حاجة استخدمتها مع الوقت. تاني حاجة هنجربها سوا الكونسيلر. أنا معايا منه 4 درجات، مبدئيا سعره 85، فأنا هتشقلب بقى في الدرجات دي، أعمل بيها كنسلة للهالات وتنوير وكونتور وعيش حاجات. تعالوا نشوف. اعمل سواتش كده للدرجات بسرعة. اول درجة دي هي درجة 1 وهي افتح درجة موجودة، ودي رقم 2. رقم 11 واللي حاساها باردة، دي اللي تنفع كونتور. رقم 12 هي غامقة برضو بس دي دافية، رايحة على اورنج شوية، مش زي دي بني بارد، فاهمين قصدي؟ فدي هكنسل بيها الهالات. يلا بينا 12 هكنسل كده بيها الهالات، هاخد حاجة بسيطة خالص وخلينا نوزعه بالفرشة عشان ناخد اعلى تغطية. الدرجة ككوركتر تحفة، الاورنج بتاعها فظيع. هستخدم بقى رقم 2 ككونسيلر عادي، هحط برضو نقطتين كده تحت وهسحب العين شوية. هسيبه شوية على ما ينشف، التغطية بتاعته تعلى اكتر، وهعمل كونتور للوش. هاخد كده شوية على ايدي وبفرشة صغنونة كده هاخد الكونتور. الكونسيلر عموما ناعم جدا في الدمج، سهل قوي وخفيف على البشرة، والابليكيتر بتاعته رفيعة قوي تساعدك وانتي بتحددي اي حاجة. هو مسك نفسه شوية والتغطية عليت بس حاجة بسيطة، يعني هو ستيل خفيف، وفي الدمج هتلاقوه سهل، فما تخافيش ان هو ينشف او يعلق منك. لا لا، هو في الفرد مش محتاج حاجة. محتاجة بقى اعمل تنوير اظبط بيه الدرجة، فاستخدم رقم 1. اللي شايفاه حتى الان ان الكونسيلر ميديوم كفرج، يعني مش فول كفرج. وطبعا حطيت كذا درجه فوق بعض، هو بيلدبل في ان هما يندمجوا سوا، ما يعملوش مشاكل لما تحطي فوقيه حاجات تاني، ولكن مش بيعلي التغطيه قوي. هو حلو للاستعمال اليومي، لسهره، لخروجه، رايحه تحضري فرح اللي هو كام ساعه، مش محتاجه حاجه يعني تخفي ملامحك، هو طبيعي وحلو. هاخد رقم 11 بتاع الكونتور، هسحب بس كده بيه العين، ورقم 1 من جوه. وتالت حاجة الروج الستيك، واللي معايا دي رقم 7 بس مش هستخدمها كروج. بصوا الدرجة، استخدمته قبل كده، هو طري على الشفايف وبيجمنتد، اللون بتاعه ظاهر، كان حلو قوي، بس طبعا ثباته مش فظيع لان هو كريمي في الاخر. بس لو انتي عندك تشققات في شفايفك او مش بتحبي الارواج اللي تحسيها ناشفه وشاده الشفايف وبترتاحي في الكريمي، فده خطير. ونسيت اقول لكم ان سعره 75، احفل درجه كبلاشر. رابع حاجة واكتر حاجة كيوت هو الهايلايتر السائل بتاعهم. دي سامبل منه، لكن هو بيكون فيه ازاز زي كده وفي منه درجات تانية. انا اللي معايا ده السيلفر، مش هتصدقوا حلاوته، انا استخدمته قبل كده رهيب. اجرب لكم حتة صغيرة هنا مثلا. اكتر حاجة عجبتني فيه انه في الدمج سهل قوي، مفهوش حبيبات جليتر خشنة وواضحة، لا هو بيدي شمر ناعم كده جميل، ينفع قوي للجسم، ينفع تعملي بيه هايلايتر للوش لو حطيتيه فوق العين، يعني تحفة. وسعره جميل زيه ب100 بس.
خامس حاجة بقى ندخل على الماسكارا، ودي برضو مش اول مرة اجربها. ده شكلها وده شكل الفرشة بتاعتها. بصوا ده كده الفرق بين العين اللي حطيت فيها الماسكارا والعين اللي لسه. هي سوادها حلو قوي والثبات بتاعها كويس، لان انا جربتها قبل كده، بس عشان اكون امينه معاكم كالعاده هي الفرشه بتاعتها معرفش بالنسبه لك هتبقى سهله في الاستخدام ولا لا، فكوني حريصه. تاني حاجه ريحتها، انا ما بحبش الروايح القويه قوي كده، فهي ليها ريحه قويه وبتطول اكتر ما هي بتكثف. سادس واخر حاجه رواج السايله بتاعتهم المات، معايا منهم درجتين. دي الدرجه المفضله عندي وعندكم كلكم، النود اللي رايح على بيج على اورنج شويه، ودي تاني درجه بينكات بقى. دي درجه رقم 5. اول ما بيتحط بيكون في لمعه زي ما شفتوا، اديله دقيقتين 3 هيبدا اللمعه دي تروح ويقلب مات. حابه بقى رقم 7 احطه كده في النص هنا، وهعمل بيه حاجة تاني، وهي ان انا احطه كده هنا في اخر العين. اهم حاجة تلحقي تدمجيه بسرعة. وللامانه برضو عشان المصداقيه، الارواج المات دي لو هتجيبيها تعملي حسابك ان لما اللمعه بتروح وتقلب مات كده هتبقى ناشفه على شفايفك، شد الشفايف شويه. مش لدرجه الجبس يعني ومضايقاكي، بس هتحسي بيه على شفايفك. الثبات بتاعه كويس، مش تحفه، مش خطير، مش بيقعد بقى طول اليوم وتاكلي وتشربي براحتك، لا هو مش كده. هو الثبات احسن من الارواج الكريمي طبعا، يعني هو مش بيطبع. وثباته اعلى من الارواج الكريميه، بس الكريمي على الشفايف شكله احلى، ناعم ومفروض شكله احلى. الروج ده لو انت شفايفك مشققه او ناشفه طبعا مش هيكون احسن شكل. حطي فيه ليب جلاس هيبقى تحفه، هيقلل طبعا من ثباته الليب جلاس، بس هيبقى شكله بالنسبه لي احلى. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده، هو 2 في 1. عملنا ريفيو لشويه منتجات من براند اليست اللي حقيقي تستحق التجربه. يعني براند مصريه، السعر مقابل القيمه، الكواليتي اللي موجوده كويسه، تبقى مناسبه لبنات كتير. وتعلمنا سوا توتوريال الميك اب ده سريع وسهل كده، واتمنى يكون عجبكم. بحبكم قوي. باي باي.